ازيكم؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض ورقة لحمة بالخضار. بجد كانت تتبيلتها حلوة قوي وكمان صحية، وكان فعلا اللحمة مستوية كده ودايبة جدا في الخضار. طعمها كان جميل جدا بتتبيلة جديدة. انا هنا فرمت بصلتين مع فلفلاية حمراء. بجد الفلفل الاحمر خلى طعم التتبيلة مسكر وجميل. اخدت المية بتاعتهم ونزلت عليهم بالتوابل بتاعتي. حطي طبعا التوابل اللي تحبيها. انا هنا اخترت بهارات اللحمة والفلفل الأسود والكزبرة. الملح مش هحطه غير لما اللحمة تستوي في الآخر، عشان ما نخليش اللحمة بتاعتي تشد. هقلب التوابل بتاعتي كلها في مية البصل والفلفل. بجد جربوا الفلفل الأحمر قد إيه فرق جدا في طعم التتبيلة. بصوا هنا أنا بقلب التوابل كلها. وكمان هقولك على حاجة، الوصفة دي لازم تتبلي اللحمة على الأقل 5 ساعات. أنا هنا حطيت نص معلقة سكر عشان تسوي اللحمة كويس، وما تخافيش مش هتخلي طعم التتبيلة مسكرة. هنا هنقع اللحمة بتاعتي. هتأكد ان انا غلفت كل قطع اللحمة من التتبيلة دي، وكل ما تقعد في التتبيلة كل ما هتشرب من طعم البصل والفلفل بتاعي. بصوا جربوا التتبيلة دي حلوة جدا. ما تنسيش روحي اعملي اشتراك للقناة بتاعتي لو اول مرة تشوفيني. ولو الفيديو عجبك لو سمحتي شيريه مع كل اصحابك، وكمان دوسي لايك. في صينية بقى رصي اللحمة بتاعتك، وكمان الباقي من التتبيلة ده هتنزلي بيها على اللحمة بتاعتك. احنا هنسوي اللحمة في المرحلة دي من غير اي سوائل، هي بس التتبيلة. بجد كان ريحتها قلب البيت كله. هنا لما اللحمة عندي استوت نزلت بهنا فلفل احمر وفلفل اصفر، وكمان بصل متقطع جوانح. وكمان هنزل بالبطاطس بتاعتي. انا حطيت البطاطس بس عشان الولاد ياكلوا الخضار، لكن انتي لو مش عايزة تضيفي اي خضار هو الفلفل والبصل كان كفاية جدا في ورقة اللحمة. انا هنا حطيت كوباية شوربة. انتي لو ما عندكيش شوربة ممكن تحطي مية، مفيش مشكلة. وهنا هقلب البطاطس بتاعتي كويس جدا في الشوربة، عشان البطاطس تستوي كويس وما يبقاش فيه واحدة مستوية وواحدة نية. وكمان هدوق الشوربة بتاعتي واشوف هي محتاجة ملح وفلفل ولا لا. ما تنسوش ان هي متحيقة، بس برضو ممكن تحتاج زيادة عشان زودت خضار، وانا هنا زودت شوية ملح وكمان شوية فلفل وشوية كزبرة. بصوا الوصفة سهلة جدا وكمان صحية، ينفع تدخل في الدايت كمان، من غير اي دهون مستوية منها فيها. بجد كان طعمها حلو قوي. بعد ما حطيت التوابل بتاعتي حسيتها ناقصه شويه سوائل، فضفت كوبايه ميه سخنه كده من الكاتل. وهدوب بقى التوابل بتاعتي كويس واقلبها تاني لما اتاكد ان كل الخضار عندي شرب من المرقه بتاعتي. وهرجع ادوق الشوربه بتاعتي تاني واشوفها محتاجه توابل ولا لا بعد ما زودت الميه. بس هنا كانت مظبوطه وما احتاجتش توابل قوي. انا عايزه اقولك ما تزوديش التوابل في الاكل لان ممكن يغير طعمها. قد ايه لما بتبقى التوابل مظبوطه بيبقى طعم الاكل حلو فعلا. هنا بقى بعد ما خلصت هغطيها وهرجع احطها في الفرن لحد ما الخضار بتاعي يستوي. وشفتوا النهارده الوصفه سهله ازاي، بس بجد لما تدوقوا طعمها مش هتتخيلوا قد ايه كانت حلوه. بصوا البطاطس مستوية وشاربة من طعم اللحمة. اللحمة كانت دايبة. بجد وصفة حلوة جدا، جربوها وقولوا لي رأيكم، كمان هتعجبكم قوي وكل اللي هيدوقها من ايدكم هيحبها. بحبكم.